مساء الخير على كل جمهور الزمالك العظيم. الزمالك يصعد إلى دور ال16 بعد الفوز على نادي بروكسي اللي احنا كنا بنلعبه أصلا الموسم اللي فات في كاس مصر في دور ال32 وكسبناه بالعافية 3-2. طبعا بعد ما لعبنا وقت إضافي والكلام ده، وحمزة المسوسي جاب هدف الفوز. النهارده بنلعب نفس الفريق برضو في دور ال32 في نفس البطولة، بس الحمد لله كسبنا 5-2 وما لعبناش وقت إضافي. تخيل عزيزي الزملكاوي، تخيل الزمالك يعني نزل المباراة واخد المباراة بجدية، واخد المباراة لا ده انا لازم اكسب. يعني انا نازل، مش نازل اهزر، انا نازل اجيب اجوان واخلص. وده اللي شفناه اول 10 دقايق. الزمالك في الدقيقة التانية وداخل، يعني الدقيقة التانية ونص وداخل على التالتة، كرة عرضية من مصطفى شلبي لمهاب ياسر بالهدف الأولاني. تمام. بعديها بدقيقتين كرة تانية مصطفى شلبي ناصر ماهر بتفوت بتيجي لأوباما والهدف التاني زي الفل. يعني حتى المذيع قال لك ايه، لعيبه الزمالك بتلعب يعني بتلعب بجديه، مش نازله تهزر. تمام التمام. الزمالك بيلعب باللعيبه الكبيره النهارده. يعني يعني دي بطوله لسه اول مباراه ليها وبطوله مهمه، والزمالك اكتر فرقه واخد البطوله دي السنين اللي فاتت. فالزمالك واخد الامور بجديه. تمام التمام. بعدها بدقيقه ناصر ماهر بيعدي في واحدة وتسديدة صاروخ أرض جو، والهدف الثالث في أول 8 دقايق 3-0. حتى المذيع قال يبقى في مهرجان أهداف النهاردة. وأنا قلت إيه ده؟ يعني بجد إيه ده؟ فرقة بروكسي بقالها من شهر 5 ما بتلعبش ومريحة ومخلصين الدوري وبتاع. فماشي نعذرهم يعني مش جاهزين، مش 3 جون في أول 8 دقايق. لا ده الزمالك يعمل حفلة كبيرة. اتاري الحفلة ما بقتش حفلة، والنور قطع كالعادة زي ما النور ما بيقطع، والدنيا ضلمت واسودت وغمقت. ايه اللي حصل؟ اوباما اللي جاب الهدف التاني. اوباما اللي جاب الهدف التاني افتكر نفسه حارس المرمى. انا مش عارف يا اوباما انت طالع بدي ايه دي؟ طالع بدي ليه؟ طالع بدي ليه؟ هو انت عارف ان مفيش فار؟ يعني انت عارف ان مفيش فار، فالحكم ممكن تفوت عليه مثلا ما ياخدش باله منها ولا ايه؟ يعني انت اول ما اتحسبت رحت قلت للحكم ده زقني. يعني حتى لو فيها زقه، حتى بنقول نفترض ان فيها زقه، انت طالع كده ليه؟ دي لازمتها ايه؟ طبعا الكرة اصلا كانت انفراد صريح لبروكسي، ومحمد صبحي تألق فيها. يعني الفترة الأخيرة متألق بشكل كبير جدا. وأوباما يعني كتر خيره، يعني قدر تعب الواد والانفراد والجري اللي جريه ده، قال له لا احنا لازم نديهم ضربة جزاء. قام مديهم ضربة جزاء والهدف الاولاني لبروكسي. بعدها بدقيقتين رمي التماس، كرة اصلا في الهواء عمالة تروح وتيجي، الواد بيقلش بتيجي للواد التاني على الطاير في البعيدة. 3-2. ايه ده؟ هو ده مهرجان الاهداف؟ يا نهار اسود ومنيل. من 3-0 في اول 8 دقايق ل 3-2 في اول تلت ساعة. ايه ده يا جدعان؟ ده انا خلاص، انا قاعد، او احنا بنلعب بروكسي ولا هما خدونا بروكسي بيفسحونا وبيشربونا عصير قصب ولا ايه بالظبط؟ خدونا يفسحونا في بروكسي خدتنا فسحتنا في روكسي. في 4 دقايق لبسونا جونين، والله اعلم كان ممكن ايه اللي يتم. لعيبة الزمالك بعد ال3 أهداف تحس ان هم ارتاحوا كده، والاستهتار بان، وناصر ماهر عايز يمسك كل كرة يعدي بيها ويشوط. مهاب ياسر نفس النظام، ما بيلعبش الكرة على طول، لما بيزن يلعب الكرة. خلص الشوط الاولاني 3-2. طبعا الشوط التاني لعيبة بروكسي نزلت خلاص، ما فيش لياقة بدنية، بتدافع بتلعب على المرتدة، املها ان هي تعمل واحدة مرتدة تجيب منها هدف التعادل.
بس مصطفى شلبي وضربة جزاء لمصطفى شلبي، والهدف الرابع عبد الله السعيد. اخر دقيقة من المباراة ناصر منسي اللي الواحد مش عارف يقول له بجد والله. استلم الكرة ولف باللعب وحطها، خبطت في العارضة ودخلت، والهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضيع، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك 5-2 وصعود نادي الزمالك إلى دور ال16 لمواجهة طلائع الجيش. تمام زي الفل، ماتش وخلص وماتش وعدى، والحمد لله الزمالك كسب، عشان ما كانتش تحصل فضيحة النهارده. إذا كانوا هما يعني إن هما يجيبوا فيك جونين بالشكل ده، دي كارثة لوحديها. يعني الفرقة دي مع احترامي ليها، يعني ان هم يجيبوا فينا جولين بالشكل ده وانت تكون متقدم بثلاث اهداف في اول 8 دقايق، شكلها مش حلو، شكلها مش حلو. طبعا الزمالك الماتش اللي فات كان بيلعب بلدية المحلة، وانا طبعا ما طلعتش بعد المباراة ولا اتكلمت لان انا كنت قاعد صراحة ربنا، كنت قاعد بنام والماتش شغال. يعني من العك اللي انا شايفه، من القرف اللي انا شفته الشوط الاولاني. يعني انا نفسي افهم حاجه، 8 ناشئين في الملعب مره واحده ليه يا مستر جوميز؟ انت بتحرق اللعيبه دي، ولا انت بتضحي بالنقط، ولا انت بتدي نقط وهدايا للمنافسين؟ بتنافس على دوري، بس عايز تحسن مركزك في الدوري، مش عايز يبقى شكلك وحش. يعني لما تختم الدوري في المربع الذهبي افضل ان انت تبقى خامس او سادس، يبقى الشكل مقبول. انما كده لا، معلش يعني مع احترامي، مش هدفع بخمس ست يعني التمن من الناشئين مره واحده. انا استفدت ايه؟ طب انت استفدت يا مستر جوميز؟ اتزنقت كالعاده زي ما عمل في ماتش الاسماعيلي، اتزنقت. قمت الشوط الثاني، ما هي لازم تخرب، هي لازم تخرب. انا قلت بقى الشوط الثاني عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى كل ده نزل تمام التمام، وانا قاعد بقى مستني الشوط التاني يبدا عشان اتفرج بقى على الشوط التاني واللعيبه دي نازله، قلت شوف بقى الزمالك يعمل ايه. هوب، اول ما اللعيبه بالسنتر قام النور قاطع. النور قاطع في وقت اصلا مش ميعاده ان النور يقطع فيه. يعني انا استغربت الصراحه. النور كان بيقطع من 5 ل7 في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، المربع اللي أنا ساكن فيه. شوية يعني إيه، بتقل شوية أو بيزيد شوية، المواعيد اتغيرت. بس أنت تيجي تقطعه من 9، يعني بداية الشوط التاني، ويجي في الدقيقة 78 ولا 79، يعني فاضل 10 دقايق على المباراة أو 15 دقيقة بالوقت البدل الضايع، لقيت النتيجة 0-0. لقيت الزمالك ما قدرش يجيب أهداف. يعني شفت كرة غريبة عجيبة مريبة مش فاهمها لحد دلوقتي. ناصر منسي والجون فاضي وبيطوحها فوق، مش كأنه ولا أجدعها مدافع ولا كأنه مدافع البلدية. أنا معرفش النهاردة بيجيب جون حلو، الماتش اللي فات الجون فاضي. أنت بتفكر في إيه؟ أنت عايز إيه يا ناصر يا منسي؟ أنت خدت فرص كتير في الزمالك وما أثبتش نفسك وما أثبتش وجودك. ليه يا ناصر يا منسي؟ ده انت يعني كنت في البنك الاهلي والفرقه اللي كنت بتلعب فيها كنت يعني مفيش ضغوطات زي الزمالك، بس انت في ايه مالك بجد والله؟ وبتقول انا عايز العب، عايز اخد فرصتي. انت لما بتاخد فرصتك بتوجع لنا بطننا صراحه ربنا من كميه الاهداف اللي بتضيعها دي. المهم اتعادلنا مع البلديه، والواحد نفسه سدد وقال مش هطلع اتكلم في اي حاجه، لان لعيبه الزمالك سدت نفس الواحد في اليوم ده. سدوا يعني انا مش معلش مع احترامي للبلديه، مش بلديه المحله اللي انا اتعادل معاها. معلش انا لو بلعب حتى بالناشئين مش بلديه المحله اللي انا اتعادل معاها. خليت واحد زي احمد كشري يطلع يتكلم يقول لك مبروك عليهم النقطه، انا كنت قريب للفوز، اللعيبه لازم كانت تصدق نفسها ان هي ممكن تكسب، انا كنت الافضل. انا خليته مدرب اصلا ما يسواش 3 ابيض يتكلم بالطريقه دي. ليه مع احترامي يعني للكابتن احمد كوشه، بس لما تيجي تتكلم تاني عن نادي الزمالك تتكلم باحترام، عشان احنا نتكلم عنك باحترام برضه.
مش عارف انا. وقبل كده برضو كان برضو ليه تصريحات برضو، يعني مش فاهم انا. المهم يعني ان احنا ضيعنا نقط كتير السنه دي في بطوله الدوري، وضيعنا نقط سهله كتيره جدا. ده غير طبعا التحكيم طبعا، والفجر التحكيمي اللي احنا شفناه السنه دي في بطوله الدوري. طبعا انا بقى في سؤال، اخر فيديو انا كنت عامله بعد ماتش الاهلي وبيراميدز، كنت بنفس التيشيرت ده حتى. في سؤال نفسي اساله اخواتي الاهلاويه، اخواتي الجمال، الناس اللي بتفهم كوره، الناس اللي هي المفروض دماغها كبيره، والاعلاميين والصحفيين والناس اللي هي المفروض اصلا بتتكلم كوره وبتفهم كوره. هو انتوا هو انتوا صراحه ربنا يعني، ضربه الجزاء اللي اتحسبت بتاعت محمد حمدي والجدل اللي حصل عليها دي، اللي اتكلم وقال ان هي ضربة جزاء صحيحة 100% من اخواتنا الاهلاوية، لان قال بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ ان الشحات ما عرفش ينزل رجله فين؟ هو ده حجتكم؟ هو ده اللي تتقال عليها ضربة جزاء؟ انتوا لو بالشكل ده، يعني لو انتوا فكركم كده فعلا، صراحة ربنا انتوا ما تستحقوش تتكلموا في كرة القدم دي نهائي. لو هو ده رأيك اصلا. كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك ضربة جزاء سليمة 100%، وجاب لك قال لك ده حازم إمام في 2017 كان مع مؤمن زكريا ربنا يشفيه، ومؤمن زكريا يعني وزن يعني دخل في حازم إمام غصب عنه ووقع. يعني بقول لك دخل في حازم إمام غصب عنه ووقع، مش حازم إمام داس عليه. يا حبيبي ده حسين الشحات اللي دايس على اللاعب. نفترض ان حسين الشحات دايس على اللاعب من غير قصد، معنى كده ان هو ياخد ضربة جزاء؟ دي جديدة، دي انا مش فاهمها لحد دلوقتي. وفي اصحابي اهلاوية وبيحلفوا لي ويأكدوا لي. ده فين؟ ده فين؟ محمد حمدي ايه الجريمة اللي ارتكبها؟ ايه المخالفة اللي عملها؟ انت ليك ضربتين جزاء ماشي، كلنا قلنا واحدة لمحمد عبد المنعم والتانية بتاعت امام عاشور دي، مع ان انا مش متأكد منها، ما شفتهاش، بس بتاعت محمد عبد المنعم انا كنت فاكر ان هي فاول لتوريه، لما ما فيهاش فاول لتوريه ولا حاجه، ده يعني الاحتكاك عادي. والواد بتاع بيراميدز المهاجم ده داس على رجل محمد، دي ضربه جزاء سليمه 100% وما اتحسبتش للنادي الاهلي. وحكم كان عار، حكم اسباني عار لا يفقه شيء عن التحكيم. ماشي، تقول لي انا خليها ضربتين جزاء، اقول لك ماشي، تعالى نتكلم واحده لمحمد عبد المنعم، معاك ان انت كان ليك ضربات جزاء والحكم كارثه، كان كارثه في المباراه دي. انما عايز تقنعني ان كوره حسين الشحات ضربه جزاء؟ يبقى انت كده عندك ضمير ولا بتفهم ولا اي حاجه. لما انت عايز تقنعني بالوهم بحاجه شايفينها صوت وصوره وبكل الزوايا وعايز تقنعني بيها، يبقى انت كده معلش دي مفيش. يا اما انت بتقول اللي يعني بتقول اي كلام واي حاجه، وما بتقولش كلمه الحق عشان خاطر النادي بتاعك بس. زي الصحفي اللي كان مع احمد حسن، الله اعلم بقى بنيته فيها ايه. معلش انا طولت عليكم النهارده، والف مبروك الفوز على بروكسي مره تانية والصعود لدور ال16. وان شاء الله نتمنى المزيد من الانتصارات في الزمالك الفتره الجايه. عندنا طبعا السوبر الافريقي، وان شاء الله باذن الله تعالى بعد كده السوبر المصري ان شاء الله هنشارك فيه، اللي هو هيبقى في الامارات في شهر 10. وان شاء الله عندنا يعني بطولات جاية كتيرة، ونتمنى المزيد من الانتصارات لنادينا العظيم الزمالك في الفترة القادمة. أشوفكم على خير في القادم. السلام عليكم.